الراجل ما كانش مصدق لما اكتشف إنه اتولد من جديد. اكتشف إن أحدث عربية رياضية فخمة سعرها سنتين بس، والفيلا ب3 سنة. الموضوع حصل فجأة. الراجل كان شغال بقاله 10 سنين وبيقبض $3000 في الشهر، وكل مدخراته كانت كام دولار معدودين. وفجأة لقى نفسه امتلك مول الأسعار فيه كانت منهارة، وكل الحاجات اللي جواه فقدت قيمتها 10 مليارات مرة. في الأول الراجل ما صدقش، فطلب خدمة توصيل مياه بسنت واحد، والثانية اللي بعدها فعلاً ساعتها الراجل فاهم إن الحاجات اللي في المول حقيقية. رجع شقته الإيجار واشترى عربية فخمة وفيلا ب5 سنت. مفاتيح العربية كانت خلاص في جيبه، وعقد الفيلا المفروض يتسلم له تاني يوم الراجل ركب العربية الفخمة وراح الشغل. سمع زمايله بيتكلموا عن العربية. قائد الفريق قال إن العربية بتاعته، ولما زمايله سألوه عن نوعها قال بثقة إنها بورش، لكن في عربية فيراري راكنة تحت. القائد اتكسف جدا. الراجل قالهم إن العربية دي بتاعته، لكن محدش صدقه لحد ما وراهم مفتاح العربية. وقتها بس عرفوا إنه هو الراجل الكبير الغامض. وفجأة جاله تليفون من موظفين الفيلا، ولما نزل تحت قابل البنت الجميلة اللي كانت جابت له المياه امبارح. الراجل كان عايز يدفع لها تمن المشروب. المدير اللي كان معجب بيها شاف الموقف وحب يستعرض قدامها، فقال إنه لسه شاري بيت كبير ودعاها تزوره، وفكر يغيظ الراجل وقال له تعال أنت كمان. الراجل اكتفى بابتسامة بسيطة، وفي اللحظة دي وصل موظفين الفيلا جابوا العقد علشان الراجل يوقع عليه. بعد ما مضى سلموه مفاتيح الفيلا. المدير افتكر إنه عمل مصيبة، فراح قال للموظفين لو الراجل ده غلط في حاجة شركتكم لازم تتصرف بعدل. الموظفين ردوا وقالوا الراجل اشترى فيلا ب$30 مليون، واحنا جايين بس نسلم العقد. المدير والبنت ما كانوش مصدقين اللي حصل،